السلام عليكم، صحة رمضانكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم راح نحضروا واحد الوصفة اللي هي السلطة، وتقدروا تعتمدوها كطبق رئيسي، يعني تاكلوها هي وشوية حريرة وصاي، ما تزيدوا معها حتى حاجة في هذا رمضان. فهذه سلطة ولكن دسمة بنفس الوقت، فكما قلت لكم تقدروا تعتمدوها كطبق رئيسي. باش ما نطولش عليكم بزاف، يلا نبداو في المقادير. عندي هنايا زرودية سلقتها بشويه تاع ملح، يعني قطعتها مكعبات صغيره كما راكم تشوفوا، وسلقتها بشويه تاع ملح وصاي. هذا ما كان يعني مسلوقه طيبه، مقاديه حاجه هي هذيك. ايضا عندي هنايا قمح تاع ابلي، الا راكم شايفينه، فهذا رائع ويجي بنين بزاف بزاف، فتقدروا تعتمدوه كسلطه. هذه هي العلبه تاعها، يعني لقيتوه في السوبر مارشي ولا شريوه بدون تردد، خاطر فريمون يجي بنين بزاف بزاف وصحي بنفس الوقت. ويعني تبدلوا شويه على هذاك الروز، شويه على لي بات كذا كذا. فنصحكم بهذا القمح تاع ابلي، رائع جدا جدا بالنسبه للناس اللي مازال ما جربوهاش، فانا دائما نعتمدها كسلطه. وعندي هنايا بطاطا سلقتها، قصيتها مكعبات صغيره وسلقتها، وزدت عليها واحد شويه تاع لاماسيدوان. فكان عندي هنا فهاد العلبه هذه، في بلاصه ما نبقى نشري خضر ونسلقهم كل حاجه لروحها، شي علبه تاع ماسيدوان وكل خطره نستعمل منها شويه. فهذه هي بطاطا مسلوقه مع شويه تاع ماسيدوان. وايضا عندي هنايا البيطراف سلقته وحكيته، وهنايا ديجا راني مخلطاته، درت له شويه تاع زيت وشويه تاع ملح وشويه تاع خل فقط لا اكثر. وايضا عندي هنايا شرائح نتاع الخيار، غادي نستعملهم للتزيين، فتقدروا تستغناو عليهم الا بغيتوا. يعني التزيين يبقى لكم اختياري، انا فقط بغيت ندخل الخيار باش نستعمله للتزيين لا اكثر ولا اقل. وايضا نفس الشيء مع طوماط سوريز والزيتون، فايضا راح نستعملهم انا فقط للتزيين، تقدروا ديروهم تقدروا تستغناو عليهم. وراح نحتاج هنايا العلبة تونة او لا بات سردين، لا ماشي بات سردين، تونة تاع الزيت. وبالنسبه لهاد الخلطات هادو ولا هاد لي صوص هادو، فدروك راح ننتقلوا باش نحضروهم مع بعض، فاكيد ما نسيتكمش في النقطه هذه. يلا نبداو دروك نحضروا لي صوص من الولا، ومن بعد عاد نخلطوا السلطه نتاعنا. اول صلصه راح نوجدها معكم اللي راح تكون خاصه بالزروديه ولا بالجزر. عندي هنايا المايونيز، وايضا عندي هنايا علبه تونه نتاع الزيت ضروريه، وعندي هنايا القزبر والثوم. قزبر نقصو هكا شرائح مع الثوم، ايضا فص كبير. راح نحتاج للخل وراح نحتاج للملح. يعني هاد الصلصه هذه كاين البديل نتاعها اللي هو هاد الصلصه تاع فلوريال، تلقاوها في سوبر مارشي وكلش، تجي قريبه شويه في الكو تاعها لهاد الصلصه اللي راني نوجدها، ولكن صدقوني نتاع المنزل تجي احسن بمليون مره من تاع المحلات. فهنايا درت 2 مغارف كبار نتاع المايونيز، وايضا راح نزيد عليهم هذيك العلبه تاع التونه اللي عندي. فكما قلت لكم تاع الدار لا يعلى عليها، فرق السماء والارض ما بين تاع الدار والصلصه الواجده. وانا هذه عندي من افضل الصلصات اللي نبغيهم، لانها تجي مالحه وحامضه وشويه حاره بهذاك المذاق نتاع الثوم اللي فيها، فريمون تجي تهبل بزاف. وايضا حتى ملي تحضروها وتخليوها في الفريجيدان ما غاديش تخسر لكم، يعني راح تبقى لكم حتى لمده اسبوع تقعد هي في الفريجيدان، فما غاديش تخسر. وكما قلت لكم يعني تاع الدار لا علاقه لها بنتاع برا. فهنا بديت نخلط في المكونات وراح نبدا نميكسيهم بالميكسور ضروري، يعني ما غاديش نخليهم كما هكا، فراح نجيب الميكسور، ضروري اننا نستعمل الميكسور في هذه الخطوه هذه، ونطحنوهم مع بعض حتى نتحصلوا على صلصه يعني كيما المايونيز. ديجا فيها المايونيز. وهذه هي لاصوص نتاعي، راها واجده كما راكم تشوفوا، تجي كريميه، وتقدروا تستعملوها في السلطات، تقدروا تستعملوها حتى في لي بات، يعني كما قلت لكم. والناس اللي ما بغوش يتعبوا كاع باغي يسلكوا باللي كان، فتقدروا تجيبوا هذه فلوريال من لي سوبر مارشي، حتى هي فيها واحد الذوق قريب ليها، ولكن تاع الدار احسن مليون مره. بالنسبه للصلصه الثانيه اللي راح تكون خاصه بالقمح، فراح تكون تقريبا عباره عن لاصوص الجيريان، تجي على حسابها.
عندي هنايا المايونيز، عندي هنايا الطماطم المصبرة، اختاروا النوعية تكون مليحة وننصحكم بهذه النوع شابة بزاف. عندي هنايا التونة تاع الزيت، وعندي هنايا هاد الخلطة فيها الزيت الملح والخل والبصلة مكسوسة شرائح صغيرة، بصلة خضراء. وعندي هنايا واحد شوية تاع حمص. ودروك راح نبداو نحضروا الوصفة. ونسيت باش نتكلم لكم على هاد العطرية هادي. هاد التوابل هادو هما في الحقيقة خادمينهم البطاطا المقلية، ولكن انا مستعملهمش كاع البطاطا المقلية، نستعملهم للدجاج كاين شوية دجاج ولا مهم نستعملهم في الدجاج بزاف. ونستعملهم ايضا في لي صوص اللي هما لاصوص الجيريان، هاد لي صوص تاع المايونيز وكلش يعطيوه واحد النكهة رائعة بزاف بزاف، وفيهم واحد المذاق هكا غريب وماشي قوي وبنين بنفس الوقت. فهنايا درت 2 معالق كبار نتاع المايونيز، ايضا ملعقه كبيره من الطماطم المصبره. كما قلت لكم اختاروا نوعيه تكون جيده باش تجيكم لاصوص نتاعكم شابه وبنينه. وايضا راح نبدا ندير في الاضافات هذيك الخل مع الملح والزيت والبصله. هنا نسيت حاجه الباتي موالفه نديرها في هاد لاصوص هادي، ماشي باش ناكلها انما باش نخلطها مع القمح. فنسيت الباتي ما درتهش، يعني نتوما تبغيو ديروه تبغيو ديروش بقالكم اختياري. فكما قلت لكم نخلطوا كامل هذوك المكونات مع بعض. وفي هاد لاصوص هذه ما غاديش نحتاجوا الميكسور، انما غير بالفرشيطه ولا مغرفه ولا وخلطوها قدر ما فيها لا توم ولا قزبر ولا حتى شي حاجه، فما راحش نحتاجوا الميكسور. وبالنسبه للطماطم المصبره فحتى الصلصه نتاعكم تاخذ واحد اللون شويه هكا وردي كما راكم تشوفوا معايا عاد. وحبسوا الطماطم المصبره، يعني ما تخافوش تضيفوها في الاول، ديروا شوفوا عينكم هي ميزانكم. ودروك راح نزيد شي حبات نتاع الحمص، يعني الحمص يبقى لكم اختياري ديروه ولا ما ديروش، انا مداك نبغيه يعني بغيت نضيفه على السلطه نتاعي. وهذه هي لاصوص اللي حضرناها مع بعض اللي هي خاصه بالقمح. كما شفتوا معايا خلطت الزروديه بلاصوص الاولى والقمح بلاصوص الثانيه. بغيت نسرع الفيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف وتملوا منه. اما بالنسبه للخلطه نتاع البطاطا والماسيدوان فراح نستعمل فقط ملعقه كبيره من المايونيز ما نديروا ليها حتى اضافه، وراح نزيد عليها واحد شويه تاع الخل وايضا شويه تاع الملح، ملح ضروريه يعني ما تنساوهاش في هذه السلطه هذه. كما قلت لكم السلطه راح تجي دسمه، اعتبروها كوجبه رئيسيه ولا ديروها للضياف نتاعكم راح تعجبهم بزاف بزاف، راح تحمر لكم وجهكم لانها فريمون تهبل. فهنايا ايضا زدت عليها واحد العلبه نتاع التونه، وراح نبدا نخلط هذيك السلطه. هاد السلطه هذه اللي راني نديرها دروك بوحدها اسمها السلطه الروسيه، يعني السلطه الروسيه تجي عباره عن البطاطا جلبان وهذا والمايونيز. فانا زدت عليها بعض الاضافات. وكان هذا هو التزيين اللي تحصلت عليه. هنا جبت واحد شي زيتونات مخللين بالزعتر وكل شيء يجيو بنان عاوتاني. فكان هذا هو الطبق اللي تحصلت عليه. كما قلت لكم
ديروها للضيوف نتاعكم ولا تقلشوا بها رواحكم، ولا وايضا تعتبروها كما قلت لكم نعاودها لكم كطبق رئيسي، يعني تاكلوها غير هي بلا ما تزيدوا ديروا حتى حاجه معها، لانها فريمون دسمه وتشبع بطريقه غير ممكنه وصحيه. يعني كما زدنا لهاش المايونيز وكلش تولي صحيه 100%، ولكن بالمايونيز يعني شويه تعتبر خارجه نطاق الصحه، ولكن بصراحه تجي رائعه في المذاق وحتى الشكل كما راكم تشوفوا، والتزيين يبقى لكم اختياري. يعني نتوما والقسطو نتاعكم كيفاش تفننوا فيها، كيفاش تزوقوها، ديروها بريستيج ولا خدموها كيما تحبوا. اختي انا بغيت هاد الطريقه هذه درتها، منها بسيطه وسهله في التزيين، ما تاخذش اليد بزاف في التزيين وداكش بعد قوالب وما نعرف واش مهم. وهذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. تقدروا ديروها لضيوفكم ولا ديروها لولادكم، ولا راح تعجبكم بزاف بزاف وراح تعجب حتى الاطفال، حتى الاطفال اللي بغيو هاد السلطات هادو. فكانت هذه الوصفه الرمضانيه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت الاعجاب نتاعكم. ومع لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفه جديده. مع لي غير نقول لكم تبقاو على خير وبسلامه.